صوابع الجلاش اللذيذة المقرمشة الحلوة دي محشية حشوة لذيذة جدا جدا واقتصادية وغريبة جدا جدا. محشية ايه؟ محشية بقية الكنافة بتاعت امبارح. عملنا صينية كنافة واتبقت دول محدش هياكلهم. هناخدهم نقطعهم قطع ونحطهم في البروسيسور ونضربهم ضربتين. حلو. بعد ما تتفتت وتبقى متفتتة بالشكل ده، هنيجي بقى نحط عليها معلقة مكسرات، يعني نزود كده ايه الحشوة شوية. وبعدين نيجي دلوقتي نجيب ورق الجلاش ونحطه، ونبتدي ان ايه ندهنه بالزبده او بالسمنه. وبعدين نبتدي بعد ما ندهنها كويس نبتدي نحط الحشو على الطرف، وبعدين نيجي دلوقتي ونبرمها ونلفها. جميل. ممكن على فكره تستعملوا نص الورق، يعني ده كمان تبقى اقتصاديه اكتر. بعد كده ندهنهم كلهم الرولات كده اهو، وبعدين نقطعهم. انا بحب اعملهم صوابع صغنطوطه عشان يبقى ايه اكلهم لذيذ كده ولطيف، ويبقوا عاملين زي اللب. بصوا دخلوا الفرن وطلعوا حلوين ازاي، الله على جمالهم. نديهم بقى الشربات اللي احنا محضرينه من قبل رمضان، وياخدوا بقى كده اللون الجميل، ويبقى نشوف البقلاله بتاعه الشربات ويعمل الصوت اللذيذ الحلو اللي احنا عارفينه. وكده عملنا حلو بطريقه اقتصاديه ولذيذه، وما رميناش الكنافه بتاعه امبارح، وطلع منها احلى شغل. ونديها كمان ايه رشه فستق كده عشان يبقى طبق كانه ايه فخم ولسه معمول جديد. بس كده، ألف هنا وشفا.